اصعب انواع الصدق مش اني اكون صادق مع الناس اللي حواليا، ولا اني افضل اقول الحقيقه لكل حد واي حد وانا شايف كده نفسي ان انا شجاع وان انا قوي وان انا صادق وصريح. لان الحقيقه ان اصعب انواع الصدق هو الصدق اللي بيكون ما بيننا وبين نفسنا. هي اللحظات اللي بنواجه فيها كل نقاط ضعفنا وبنشوف فينا اسوأ نسخه مننا. مفيش انسان كامل ومفيش انسان طول الوقت كويس وطول الوقت صالح. الصلاح الحقيقي ان انا ابقى عارف ايه هي نقاط قوتي ونقاط ضعفي، ابقى عارف ان الاسقاطات اللي بقعد اعملها على الناس اللي حواليا اللي بيأذوني واللي بيحاولوا يدمروني ممكن يكون ده فيا انا. ابقى معترف تجاه نفسي ان انا ممكن يكون عندي سوء ظن وانا اللي طول الوقت بسمح للي حواليا ان هم يدمروني، لان انا معتقد ان هم طول الوقت هيحاولوا يدمروني. علشان كده ناس كتير قوي بتهرب انها تقعد لوحدها، طول الوقت بتشغل نفسها بالناس، طول الوقت بتركز في عيوب الناس، طول الوقت بتركز مين بيتصرف ازاي، علشان بيبقوا مرعوبين وخايفين من لحظة المواجهة مع نفسهم. علشان كده لو انت من الناس دي واجه نفسك واقعد اكتب كل سلبياتك وكل ايجابياتك، واجه نفسك بصدق. الحاجات اللي بتقعد تقولها في الناس اسأل نفسك هي ممكن تكون دي فيا انا وانا مش دريان، ممكن اكون انا اللي بوجع اللي حواليا من غير ما اكون قاصد. بمجرد ما بنواجه نفسنا بكل سلبياتنا وبنشوف اسوأ صورة مننا، احنا نص المشكلة جوانا بيتحل، لان المواجهة ولان الصدق من بعدهم بيحصل تغيير حتى لو انا ما حاولتش اغير بشكل كبير. مجرد ما انا شفت نفسي وشفت تفاصيلي وبمجرد ما عريت حقيقتي قدام نفسي هكون ساعدت نفسي ان انا اشوف ايه احسن حاجة انا اقدر اقدمها، وصدقني من بعدها هتحس براحة عمرك ما حسيت بيها في حياتك. ويا صباح الاستمورنينج الامر.